مشاهدين ومتابعين قناة غاوي حكاوي في كل مكان، عاملين ايه؟ جاهزين لرحلة جديدة في عالم الحكاوي مع الغاوي؟ اكيد طبعا جاهزين، وانا كمان جاهز زيكم، لان رحلة النهاردة جديدة من نوعها ومتأكد انها هتعجبكم. بس قبل ما نبدأ انزل دلوقتي بسرعة ودوس على زرار الاشتراك في القناة وفعل الجرس اللي جنبه عشان تقدر يوصلك كل جديد اول باول وقبل اي حد. حكايتنا النهارده بتبدأ في زمن بعيد جدا، في مدينة أسطورية على البحيرة المسحورة اسمها مدينة تيكا. المدينة دي كان فيها أسطورة قديمة بتقول إن في نسر وثلاث فهود شجاعة هيطلعوا من المدينة دي عشان يقفوا في وش لوردات الشر الأقوى في العالم كله، وزعيمهم آلة الحرب. وفضلت الأجيال تمر على المدينة دي جيل ورا جيل لغاية لما وصلنا لعصرنا الحالي اللي كان فيه ملك تيكا النسر العظيم وأبنائه الثلاثة التوأم الفهود الشجاعة بيتسللوا عشان يدخلوا على أوضة أختهم مايا. الموضوع كان مريب لأن دخولهم الأوضة كان بشكل يحسسك إنهم داخلين يقضوا عليها، لكن المفاجأة إنهم أول لما بقوا قدام سريرها طلع إنهم بيحتفلوا معاها بعيد ميلادها اللي تمت فيه السن القانوني وهيتم تنصيبها كأميرة للمدينة كلها. ولما بدأوا يعرضوا عليها الهدايا بتاعتهم دخلت أمها عليهم الأوضة وكشفت الغطا عشان تقول لهم إن البنت مش بايتة أصلا في السرير. وهنا بينادي الملك على الفهد شابا الفهد الأسود الشجاع وأمروا إنه يروح فورا يدور على الأميرة مايا ويجيبها بأي تمن. الأميرة مايا طلعت من محبين المصارعة والقتال، وطبعا ده ما كانش يليق بأميرة البلاد، عشان كده كانت بتهرب من القصر بتاعها وتلبس قناع وتبارز في حلبات المصارعة بالليل في الغابة. لكن للأسف في اليوم ده الأميرة مش بس خسرت المعركة بتاعتها دي، كمان دراعها اتخلع وعينيها ورمت من ضربة قاضية خدتها في آخر المعركة بتاعتها، وده طبعا خلى امها تغضب جدا منها وقطعت القناع بتاعها وحرمتها من المصارعة للأبد عشان تقول لها مايا إنها بتكرهها. ولما حاولت تعتذر عن الكلمة أمرت أمها الخادمة بتاعتهم إنها تاخدها وتجهزها لمراسم التتويج من غير حتى ما تبص في عينيها. وبالفعل بدأ تجهيز مايا لحفلة التتويج. في نفس الوقت كان أبوها وإخواتها وأمها في استقبال الملوك بتوع الممالك الثلاثة اللي حوالين مدينة تيكا، وهي مملكة القمر ومملكة الغابة ومملكة الجبال الذهبية. وكان الكل متحمس للحظة خروج مايا عشان يتفرجوا على مراسم تتويجها. لكن قبل ما تلبس التاج بتاعها وفي اللحظة الأخيرة اللي لمس فيها التاج راسها راحت الشمس وتحولت السماء لغيوم والنور اتحول لضلمة وغطت السماء الوطويت الكتيرة، عشان فجأة يظهر من جوه الغابة وحش من نار راكب نمر عبارة عن هيكل عظمي، وفضل يمشي بثبات تجاه القصر والكل خايف ومرعوب من دخوله. ولما نزل من على النمر وقلع القناع بتاعه بنعرف انه بشري اسمه زاتز، امير مملكة الوطويت مبعوث من امير الحرب عشان ياخد الاميرة مايا تحتفل مع امها الحقيقية. الكلمة دي خلت الكل يصعق بما فيها الاميرة مايا نفسها. ازاي امي الحقيقية؟ امال دي تبقى مين؟ هنا حس الملك واخوات مايا بالخطر عليها فأمروا الجيش بأنه يجهز فورا، وأمر الملك الكل بالهجوم. وهنا ظهر تمثالين ضخمين من الحجارة عشان يدخل معاهم الملك في معركة شرسة، إنما الإخوات الثلاثة دخلوا مع الأمير زاتز في معركة لوحدهم. وفضلت المعركة دايرة لكن الأمير قدر يهزم الفهود الثلاثة، إنما الملك هزم التماثيل لكن بإصابة شديدة فقد فيها إيده. وهنا قرر الأمير زاتز إنه ينسحب بهدوء بعد ما وعد الأميرة مايا إنه هيجي مرة تانية عشان ياخدها. في اللحظة دي حس الملك بأن النبوءة بدأت تتحقق وإن لوردات الشر هيبدأوا يطلعوا ولازم يروحوا يحاربوهم، وعشان كده طلب من ملوك الممالك الثلاثة إنهم يتحدوا معاه عشان يقدروا يهزموا اللوردات دي. وفضل يتكلم هو ومراته كتير لكن بدون أي فايدة، لأن الملوك الثلاثة رفضوا إنهم يتحدوا معاهم، وده لأن المعركة دي هم مالهمش أي دعوة بيها من بعيد أو قريب. الكل روح على بيته. هنا بدأت مايا تفكر في كلمة أمير الوطويت، إزاي ليا أمي الحقيقية، عشان يبدأ الملك وزوجته يتكلموا عن الموضوع في أوضتهم. وكانت مايا متعلقة بحبل على شباكهم عشان تتصنت عليهم، لكن للأسف إخواتها اللي ماسكين الحبل وقع منهم فدخلت على أبوها ومراته الأوضة. وهنا قرر الاتنين إنهم يعرفوها الحقيقة وقالوا لها إن باباكي زمان غلط مع آلهة الموت، وده كان نتيجته إن مايا اتولدت وبقت نص بشرية ونص آلهة، وفي يوم من الأيام بعتتها إله الموت لأبوها ورفضت تربيتها، ومن ساعتها قررت مرات أبوها إنها تربيها زي بنتها بالظبط. وبعد ما اعترف الملك بالحقيقة
قال لمايا إنه هيجهز الجيش الملكي بتاعه وهيروحوا يقتلوا آلهة الحرب وأعوانها ويحققوا النبوءة، على أساس إن النبوة بتقول إن هو النسر وإخواتها التلاتة هم الفهود التلاتة. ما كانوش يعرفوا انهم فاهمين النبوءة غلط، وهنعرف ازاي بس بعدين. بدأ الجيش يستعد عشان يروحوا يدمروا البوابة اللي بتربط بين عالم البشر والآلهة. ما كانوش يعرفوا انها رحلة ذهاب بلا عودة، لأن الجيش أول لما وصل عند البوابة لقوا إله الحرب المرعب في انتظارهم، وقدر بمساعدة أعوانه إنه يدمر الجيش كله بأقل مجهود. في القصر كانت مايا وأمها قلقانين على أبوها وأخواتها جدا، فقررت مايا إنها تهرب من القصر وتقابلهم في نص الطريق لأنها متشوقة تعرف اللي حصل. لكن لما وصلت اكتشفت إن الفهد اتشابه جايب أبوها وهو غرقان في دمه ومتصاب إصابات شديدة جدا. ولما جريت عليه عشان تعرف ماله لقت زاتيس ظهر من وسط الغابة ومعاه باقي الأجزاء من أسلحة إخواتها، وقال لها إنهم ماتوا بشجاعة ولازم تكرمهم. وبعد كده بيسيبها ويمشي عشان يجتمع في نفس اليوم كل سكان مدينة تيكا ويعملوا تأبين كبير لكل الجيش الملكي، وعلى رأسهم ولاد الملك التلاتة. وفضلوا في حالة الحزن عليهم طول الليل لغاية لما مشي الكل وما فضلش غير مايا قدام تمثال إخواتها التلاتة حزينة عليهم. لكن فجأة بتتغير الأجواء وبتنزل دموع من عيون تماثيل الفهود التلاتة من ماء الذهب عشان تنور 3 رموز من الرموز اللي في قاع التمثال، وهما الديك، الجمجمة، والفهد. مايا اكتشفت انها مش اول مره تشوف الرموز دي قبل كده، وبسرعه شكرت روح اخواتها وجريت على مكتبه المدينه وفضلت سهرانه فيها طول الليل بتدور في الكتب والمخطوطات على معنى الرموز دول. ومع اول ضوء للنهار اكتشفت اللي ارواح اخواتها عايزه تقوله لها، وجريت على ابوها وامها وطلبت مساعدتهم في تحريك الترابيزه. وهنا فعلا اكتشفت مايا معنى النبوءه الحقيقيه للمدينه، وهي انها لازم تجمع 3 محاربين من الممالك الثلاثه اللي حواليهم، وهي هتكون النسر المحارب اللي معاهم عشان يقضوا على لوردات الشر بنفسهم. وهنا من فرحتها بيغمى عليها فورا، لكن بتفوق تاني وتستجمع نفسها كده عشان تبدأ تحط خطة تجميع المحاربين. وفضلت تشرح الخطة لأبوها ومرات أبوها، وكان الملك متحمس جدا للخطة، وقرروا يساعدوا طفلتهم في التجهيز للمهمة، ويسلموا درع مرات أبوها اللي كانت مبهورة بيه وأول سلاح استخدمه باباها في حياته، وأقنعوا الفهد الأسود تشابا بالعافية إنه يروح معاها، وده بعد نفسيته الوحشة اللي تسببت فيها حرب الجيش الملكي مع لوردات الشر. وفعلا بدأت مايا تتحرك في طريقها عشان تجمع المحاربين الثلاثة. في الوقت ده في العالم السفلي كان اللوردات كلهم متجمعين، وزاتيز كان بيعترف لابوه ملك الوطويط بإعجابه بمايا، وكان أبوه خايف عليه جدا وطلب منه يخلي الموضوع ده سر لأن اللورد ميكلان إله الحرب ممكن يقتله لو عرف. وهنا بينادي عليه إله الحرب اللورد ميكلان وبيأمره هو وحبيبته أكات بأنهم يروحوا ويجيبوا أي حي عشان يضحوا بيها وتزيد قوة آلية الحرب ويقدر يدمر عالم البشر. وفعلا انطلقوا في طريقهم. بدأت أكاد بأنها تحرق الخريطة بتاعت مايا اللي بتعرفها سكة الممالك الثلاثة، وبعدين سرقت الأكل بتاعهم. ولما انتبهت مايا للي بيحصل كان الوقت فات. أكاد قررت تبدأ حربها مع مايا، وزاتيز كان معترض بسبب خوفه على مايا، لكن المعركة بين الاتنين كانت شرسة جدا، وقدرت مايا تصد أكات وكمان تصيبها إصابات خطيرة، وده خلى أكات تتجنن وتغضب على الآخر. وبدل ما كانت عايزة تقبض عليها حية بقت عايزة تموتها. وهنا اتدخل زاتيز وأنقذ مايا من حبيبته أكات، وعشان اللي عملته قرر ينفصل عنها، وكمان ساعد مايا توصل لأول مملكة وهي مملكة القمر عشان تقابل هناك أول محارب في فريقها. في القبيلة بنتعرف على شاب ريكو اللي حكايته ده بقى حكاية كبيرة، واختصارها انه من صغره اتقن نوع من انواع السحر الاخطر على الاطلاق واسمه سحر الفلاحين، وتسبب في عرض المواهب السحريه اللي بيتم لكل اطفال مدينه القمر انه يموت اكتر شخص وثق فيه وامن بقدراته، وكان دايما بيوصفه انه اعظم ساحر جه في المدينه على الاطلاق. الملك اللي كان بيحبه وبيدعمه في كل الاوقات واللي قبل ما يموت سلمه العصايه بتاعته واسمها ستيفن، وده تسبب له بعقده نفسيه كبيره، ومن ساعتها هو بيحاول يبعد عن اي عمل من اعمال السحر لانه شايف نفسه فاشل. مايا وصلت المدينه وراحت المملكه لانها مفكره ان هي اعظم السحره في المدينه، فالاول الملكه رفضت تروح معاها، لكن بعد كده دلتها على ريكو وقالت لها ان باباها كان شايفه افضل السحره على الاطلاق، وقالت لها اكيد هو الشخص اللي بتدوري عليه، لكن انا ما شفتوش من زمان، وده بسبب انها شايفاه انه كان السبب في موت باباها، لكن هي ما طردتهوش لانه باباها وصاها عليه قبل ما يموت. وفعلا خرجت مايا تدور عليه
في الأول ما كانتش حباها لأنه خدعها كتير من أول لما وصلت مملكة القمر، لكن لما اتأكدت إن هو ده اللي هي بتدور عليه وبعد محايلات كتيرة قدرت تقنعه إنه ينضم ليها عشان يثبت ثقة الملك فيه وإنه فعلا أعظم السحرة. وفعلا بدأ الاتنين طريقهم عشان يجمعوا باقي المحاربين في الفريق بتاعهم. في اللحظة دي نور تمثال الديك في المدينة تيكا، وعرف الملك والملكة إن بنتهم لقت أول محارب. بدأ الاتنين رحلتهم عشان يوصلوا للمملكة التانية واللي فيها المحارب التاني وهي مملكة الغابة، وفي الطريق قابلوا اتنين من الأطفال اللي شكلهم نفس أشكال قبيلة مملكة الغابة، وطلبت منهم مايا إنهم يدلوها على طريق مملكة الغابة، ووافقوا لكن بشرط إنها تسمح لهم يلمسوا الفهد بتاعها. وفعلا وافقت مايا رغم رفض تشابا للموضوع ده، وكان ده عقاب ليه عشان هرب وقت معركتها مع أكاد. فاكرين؟ بدأ الطفلين يجروا بسرعة عشان يدلوا مايا وأصحابها على طريق مملكة الغابة، وفضل الاتنين يجروا بمنتهى السرعة والفهد تشابا وعلى ظهره مايا وريكو وراهم لغاية لما وصلوا لمكان كبير وفاضي. واستغربت مايا من الحتة اللي وصلوا ليها دي عشان نتفاجئ كلنا من إن الطفلين دول بيتحولوا لوحوش ضخمة وشريرة، وهم الزوجين إله الزلازل وإلهة التماسيح، واللي مبعوثين برضه من اللورد ميكلان عشان يجيبوا مايا حية عشان يضحوا بيها زي ما إله الحرب عاوز. وبدأت المعركة بين الاتنين اللي كانت أشرس من معركة أكاد بمراحل، لأن زاتيز ما كانش موجود عشان يدعمها ويحميها. وفي وسط ما المعركة شغالة حس لورد الزلزال إن التضحية بمايا حاجة سهلة، عشان كده طمع في القوة اللي هيكتسبها اللورد اللي هيضحي بالهجينة وقرر يقتلها هو. لكن ساعتها خاف مراته ملكة التماسيح عليه من غضب اللورد ميكلان وقررت تساعد مايا، وده بعد ما فشل ريكو إنه يساعد صديقته لأنه مش قادر يتحكم في قوته السحرية لسه. وقررت التمساح إنها تهربها عشان خاطر جوزها ما يتعرضش لأي ضرر من إله الحرب. وفي اللحظة دي اتجنن إله الزلازل وبدأت الانهيارات الصخرية تزيد، وده تسبب إن آلهة التماسيح كانت هتموت تحت الصخور، لكن مايا رجعت وقدرت تهزم إله الزلازل وأنقذت مراته من تحت الأنقاض، وده خلاها تبقى صاحبتها وتوعدها إنها لو احتاجت للمساعدة في أي وقت هي هتكون موجودة عشانها. وهنا بتطلب منها مايا فعلا مساعدة لأنها مش كويسة خالص في الاتجاهات، وقالت إنها عايزة تروح لمملكة الغابة، فشاورت لها على الاتجاه وبتكمل مايا في طريقها. مايا وصلت على أعتاب مملكة الغابة، لكن في استقبالهم مجموعة كبيرة من حراس المملكة اللي أول بس ما مايا وريكو قربوا منهم خدروهم بكميات كبيرة من الأسهم المخدرة وأخدوهم لغاية الملكة بتاعتهم، وهناك طلعوهم سلم عالي جدا لغاية لما دخلوا على الملكة الأرملة واللي بيموت كل الرجالة اللي حواليها أيا كان صلة قرابتهم بيها. وهناك اتعرفت الأرملة على مايا وعزمتهم على شاي، وبدأت مايا تفهمها هي جت هنا ليه، وعلى طول عرفت الملكة مين أفضل وأشجع محاربة في المملكة ممكن تدلهم عليها، وهي الوحش الأبيض زي ما سكان المملكة بيلقبوها. وبدأت الملكة تحكي لهم حكايتها. القبيلة من فترة مش بعيدة اتولدت فيها طفلة كان لونها أبيض شاحب، واللي اعتبرتها المملكة لعنة من الآلهة، وعشان كده اتخلصوا منها وسابوها في الغابة، وهناك حبتها الحيوانات وربتها وسطهم ودافعت عنهم. ولكن الأقدار بعد ما كبرت شوية بتسوقها للقبيلة بتاعتها من جديد، وهناك هاجمها الحراس وجرحوها، فهربت منهم على الغابة. ومرت السنين لغاية لما كبرت وعداوة البشر جواها. وفي يوم من الأيام طلب الملك أبو الملكة الأرملة إن يتعمل اختبار قدرات عشان يختار الحارس الشخصي بتاعه، ودخلت الوحش الأبيض في الاختبارات وهزمتهم كلهم. ولما حاول الملك إنه يجندها في المنصب الجديد رفضت وضربته، وعشان كده حرق الملك الغابة بكل الحيوانات وقتلهم، وده خلاها تكره المملكة وشعبها بزيادة. ومن ساعتها كل ما تبعت الملكة الأرملة أي رسول عشان يرجع الوحش الأبيض للقبيلة تأذيه. بس ده ما خوفش مايا من انها تروح، وفعلا راحت لمكان الوحش الابيض وحصل اللي كانت متوقعاه، وبدات تهاجمهم بشراسه. لكنها هي وريكو عملوا خطه عشان يحاصروها، بس هي برضو رفضت تستسلم لغايه لما قدرت مايا في الاخر تفهمها انهم مش جايين في شر، وقدرت تخليها تنضم ليهم بعد ما عرفتها حقيقتها وانها نص اله. فطلبت منها الوحش الابيض انها تحارب معاها بس بشرط تعرفها على اله الموت اللي هي بالمناسبه المفروض انها ام مايا. وطبعا وافقت، وانطلق الثلاثه في رحلتهم عشان يلاقوا المحارب الثالث في الفريق. وطبعا اهل مملكه تيكا عرفوا ده لما التمثال بتاع الجمجمه نور. في الطريق ظهر الامير زاتيز وحذر مايا من ان اللورد ميكلان قتل حبيبته السابقه اكات، وبعت 2 تانيين عشان يقتلوها، لكنها ما صدقتهوش الا لما فجاه شافت اله الريح
الريح وإله العواصف قدامها، حست إنه فعلا زاتس بيساعدها، وبدأت معركة صعبة مع الإلهين دول كانت هتبقى نهاية مايا واللي معاها. لكن الوحش الأبيض واللي بالمناسبة قررت إن اسمها يبقى ميتشي اتحد مع ريكو والفهد ومايا، وقدروا يغلبوا الريح والعواصف وقتلوهم وكملوا في طريقهم على مملكة الجبال الذهبية. وصلت المجموعة عند مملكة البرابرة، والمفاجأة إن لقيتهم بيجهزوا حاجتهم عشان يسيبوا المملكة ويمشوا بسبب الحرب مع إله الحرب ميكلان. لكن مايا بسرعة بدأت تعرفهم غرضها وطلبت انضمام بنت الملك لأنها أكيد أقوى محاربة في المملكة. لكن بنت الملك قالت لها أنا هدلك على أقوى محارب في مملكة البرابرة. حاول أبوها يمنعها لكنها صممت وحكت لها حكايته، وقالت لها إن أقوى محارب هو بيتشو اللي اتقتل باباه ومامته بسبب طيبته، وإنه سامح عدوه اللي كان هيقضي عليه في آخر لحظة، وده خلاه يرجع مرة تانية ويقضي على الكل ويربط بيتشو ويسيبه يعيش بألم فقدانهم. وده خلى بيتشو يعتزل الكل ويروح جبال الضباب يحارب نفسه. فراحت له مايا هي وباقي فرقتها عشان يتكلموا معاه. أول ما دخلوا عليه افتكرهم عدوه اللي اتسبب في ألمه من زمن بعيد، وفضل يحارب فيهم لغاية لما فاق فجأة ورحب بيهم وعرفته مايا بخطتهم وهدفهم، فوافق على طول إنه يكون معاهم. وده اللي خلى ريكو يستغرب من السهولة. بدأ بيتشو يحضر نفسه عشان يروح معاهم، وكانت الفرقة كلها مبهورة بقوته وعضلاته. ولما جهز وانطلقوا في الطريق بتاعهم رجع لهم الفهد تشابا مرة تانية وكملوا في طريقهم. ولما جه عليهم الليل قرروا يرتاحوا وياكلوا حاجة، وفضلوا يحكوا لبعض عن قصصهم ومأساة كل واحد فيهم حتى الفهد تشابا، وده خلاهم يقربوا من بعض اكتر ويبقوا اصحاب اكتر واكتر. في اللحظه دي انسحبت مايا من وسطهم وبدات تكلم ارواح اخواتها لانها خبت على اصحابها الجداد انهم يدخلوا العالم السفلي عشان ينتقموا لاخواتها من اللورد ميكلان، ومش عارفه ده صح ولا غلط. وفجاه حست بحد قريب منها وعرفت انه امير الوطاويط زاتز، وقررت تدخل معاه في معركه استعراض مهارات، واللي واضح عليهم انهم اعجبوا ببعض فيها. لكن في نهايه المعركه كان اصحابها بيتفرجوا عليها وعرفوا حقيقه مهمتهم، وده خلاهم يحسوا بالصدمه لان مايا خبت عليهم. حاولت انها تفهمهم ليه هي عملت كده، لكن الكل كان زعلان منها ومش عايز يتكلم معاها. وبدل ما كانوا هيدخلوا المعركه دي عشان يساعدوا بعض، بقى كل واحد هيدخل المعركه عشان سببه الخاص ومش مهم عنده التاني يبقى كويس ولا لا. كله بدأ يفكر في نفسه وبس. وهم في طريقهم لمملكه تيكا عشان يبداوا من هناك مهمتهم، سمعت صوت انفجارات، ولما قربوا لقت ان تيكا متدمره والنار والدخان طالعين من كل ركن فيها، وده خلاها تترعب على ابوها وامها. بكده نكون وصلنا لنهاية الجزء الأول من قصة مايا والثلاث محاربين الأسطوريين. استنونا في الجزء الثاني واللي هتعرفوا فيه مصير المملكة وإيه اللي عملته فرقة المحاربين الأسطوريين مع لوردات الشر. ولغاية وقتها ما تنسوش بقى تنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بننزله، واكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات تحت، ونشوفكم قريب قوي. باي باي.